بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ الدكتور السيد أحمد النشار، عميد كلية التربية النوعية سابقا جامعة كفر الشيخ، وهو الأستاذ الزائر بكلية الهندسة جامعة لودز في بولندا. الأستاذ الدكتور السيد أحمد النشار في أحد مقالاته قال: رؤية استراتيجية لزيادة الناتج القومي المصري. والدكتور سيد أستاذ نشيط جدا في مجال الغزل والنسيج، مهتم بالغزل والنسيج، حتى إن الدكتور علي الجهيني رحمة الله عليه كان له مقولة بيقول فيها إن الدكتور السيد النشار دكتور شاطر وله علاقات طيبة داخل مصر وخارج مصر، وشهدت مدينة كفر الشيخ كتير جدا مؤتمرات خاصة بالغزل والنسيج، وكان وحضر في المؤتمرات أساتذة الجامعات في مصر من مصر وخارج مصر. المهم هو عاوز يعمل مشروع إنتاج ألياف صناعية من مشتقات البتروكيماويات المصرية. هذه الألياف هتبقى نستخدمها في النسيج التقليدي زي البوليسترات، زي النايلون، زي الاسباندكس. وعايز يعمل ألياف صناعية بنستخدمها في الأشياء العسكرية، بنستخدمها في الفضاء، بنستخدمها في الطيران، وديت برضو هتتصدر خارج مصر. زي ايه بقى؟ زي ألياف الكربون وزي ألياف الكفلار. وهذا المشروع في كتابته في هذه المقالة قال هيرفع الناتج القومي المصري ما يقرب من 50 مليار دولار سنويا من خلال خلق منظومة تصنيع محلية متكاملة قادرة على منافسة الأسواق العالمية في مجالات النسيج والدفاع والطاقة والنقل والفضاء. فانتوا عارفين ان احنا عندنا مثلا في مصر بنستورد كميات كبيرة جدا من البوليستر، سواء بقى ألياف بوليستر، سواء بوي، سواء حتى خيوط. إضافة إنه عايز يهتم بتصنيع الألياف الكربون. ألياف الكربون دي هي ألياف ذات قوة شد هائلة، وميزتها إنها خفيفة الوزن، وتدخل في الصناعات الجوية والسيارات والطاقة المتجددة. وإضافة إلى الأراميد أو الكيفلار، هي ألياف مقاومة للحرارة والقطع ذات استخدامات عسكرية وصناعية. ملخص هذه المقالة إنه الأثر الاقتصادي والاستراتيجي على الاقتصاد المصري إنه هيخفض الواردات من الألياف بنسبة 80%، ورفع القيمة المضافة للقطاع البتروكيماويات من 5 مليارات إلى أكثر من 50 مليار دولار سنويا، وده رقم كبير جدا. وخلق ما يزيد، ده بقى المهم، عن 300 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات التصنيع والنسيج والبحث العلمي. وهو الدكتور طبعا مميزات الدكتور سيد النشار إنه عايز يبقى في تعاون ما بين البحث العلمي، العلماء الخاصين بالغزل والنسيج، ورجال الصناعة، وفتح أسواق تصديرية جديدة في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الاستراتيجية التي تدخل في تصنيع الدروع والخوذ والملابس الواقية، ودعم الصناعات الدفاعية بمواد مصرية خالصة ذات جودة عالية، والحد من الاعتماد على الموردين الأجانب في المواد الاستراتيجية الحساسة. والبنية المؤسسية والتنفيذية للمشروع يتعمل ازاي؟ يقترح أن ينفذ المشروع من خلال تعاون أو تحالف وطني يضم وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير المشتقات البتروكيماوية. يبقى في بقى تعاون كبير، لازم يبقى في تعاون ما بين وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير المشتقات البتروكيميائية أو كيماوية، وزارة الإنتاج الحربي لتطبيق الألياف زي ألياف الكربون في المجالات الدفاعية، وزارة الصناعة والتجارة لتطوير خطوط الإنتاج،
مركز بحوث النسيج والبوليمرات للدعم العلمي والتقني. الجامعات المصرية كلها لإعداد الكوادر وتطوير البحث التطبيقي. طيب، هل في هذا المشروع في تحديات؟ الإجابة نعم. إيه هي التحديات؟ رقم 1 هي التكلفة الأولية لإنشاء وحدات البلمرة والغزل الصناعي. طب يمكن التغلب عليها إزاي؟ عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. طيب، في حاجة تانية، بعض التحديات الأخرى هي نقص الخبرات التقنية المحلية. نقدر نعملها عن طريق برامج تدريبية، ونقدر ندعي فيها أساتذة حتى لهم خبرة من خارج مصر. تحديات التسويق العالمي، هنقدر نسوق إزاي؟ من خلال بناء علامة تجارية مصرية وطنية تعتمد على الجودة والاستدامة. خلاصة المشروع والتوصيات: إن يمثل هذا المشروع نموذجا حقيقيا للصناعة البحثية المستدامة التي تمزج بين المعرفة التطبيقية والجدوى الاقتصادية، لأن تطوير تكنولوجيا تصنيع الألياف الصناعية عالية الأداء من المشتقات البتروكيماوية لا يعد مجرد إنجاز صناعي، بل هو تحول استراتيجي في مسار التنمية الوطنية. يعزز استقلال القرار الصناعي ويضاعف العائد الاقتصادي لمصر عن طريق إنشاء المركز القومي لبحوث وإنتاج متطلبات الأمن والسلامة المهنية بوزارة البترول والثروة المعدنية. وطبعا المنطقة الصناعية بوادي الرمل بمطروح الذي يقوم بالنقلة النوعية لمختلف تكنولوجيا الصناعات المصرية، قائم على تصنيع الألياف الصناعية عالية الأداء من مشتقات البتروكيماويات، منها البوليستر والنايلون والليكرا، ودي بنستخدمها في النسيج التقليدي. لكن بقى الكيفلر والنومكس والأراميد ده بنستخدمها في الأشياء العسكرية وفي الفضاء والطيران. وهو مشروع استراتيجي ضخم على المستوى الصناعي والإنتاجي والبحثي معا، وله قيمة وطنية، وده المهم، واقتصادية وأمنية عالية، إذ يعمل على زيادة الدخل القومي المصري بمقدار 50 مليار دولار سنويا. طبعا ويسعده الحضور ومناقشة المشروع مع أي حد، مع اللجان العلمية المتخصصة، وتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية. يقدر هو يساعد قائم على تصنيع الألياف الصناعية عالية الأداء من مشتقات البتروكيماويات زي البوليستر والنايلون والأراميد والكيفلار والنومكس والألياف الكربون. وهو مشروع كبير جدا، مشروع استراتيجي ضخم على المستوى الصناعي والبحثي معا، وله قيمة وطنية واقتصادية وأمنية عالية. وملخص هذه الرؤية لدى الدكتور السيد أحمد النشار إنه عايز يحول المشتقات البترولية إلى ألياف تمتلك خصائص ميكانيكية وفيزيائية وكيميائية، ويبقى مشروع استراتيجي لجمهورية مصر العربية، وهيوفر 300 ألف فرصة عمل، إضافة إلى دخل ما يقرب من 5 مليار دولار سنويا. بفضل هذا المجمع إن الجديد شاء الله نحول هذا البترول الحلم إلى يتحقق ألياف عالية بإذن الله. الجودة تحياتنا لدعم للدكتور الصناعة السيد الوطنية. النشار.